لما تلاقيها عصبية طول الوقت أو مش مستحملة منك كلمة، فده مش معناه إنها كرهاك أو مش طايقاك. الفكرة إن بقلبها وجع حمل كبير محدش يستحمله، بس كاتمة جواها. عشان كده انت مش عارف تفسر تصرفاتها غير كراهية ليك. ورد فعلك الطبيعي إنك بتتهمها إنها ما بقتش بتحبك ولا عايزاك. وهنا بتبدأ المشكلة اللي بجد. عارف ليه؟ أقولك. مراتك لما توصل للمرحلة اللي بتشوفها عليها دي، هي مش محتاجة انك تهزر وتضحك، لانها مش هتعتبر انك بتحاول تخرجها من حزنها ووجعها. بالعكس، اول حاجة هتفكر فيها انك مش حاسس باللي هي فيه، فرد فعل طبيعي انها تزعل وتعصب. امل منها انك ممكن تحس انه لأ، لازم اوقف هزار، مراتي عندها مشكلة حقيقية ولازم اكون ليها السند. المطلوب منك انك تقف جنبها، تحسسها انها مش لوحدها. اسمعها وطمنها حتى لو من غير كلام. هي مش عايزة تزيد عليك الحمل، فبتسكت وتداري وجعها بقلبها. فما تبقاش انت والزمن عليها باتهامك ليها انها مش بتحبك، لانه ده هيخليها تزعل منك، وساعتها فعلا هتكرهك. كون ليها السند والظهر، كون ليها الحياة. خليك انت طاقة النور في وسط ضلمتها.